يعني. بصوا الطبق ده لما وقع اتخضيت على فكرة، والله خضني جامد. ده البرطمان اللي كان فيه الدقيق، اغسله بقى كويس وان شاء الله باذن الله هبقى اعمل بقى فيه مثلا لفت زيتون، اي حاجة ان شاء الله. وكان عندي برطمان برضو فيه لفت، كان فيه لفتين كده متبقيين، محدش كلهم غضبانين عليهم، محدش راضي ياكلهم، فقلت ارميهم بقى عشان اعمل فيه من جديد ان شاء الله يعني. هغسل بقى بتاعة التوابل كده كويس. والله بصوا هي نظيفة بس هو تعود يعني، وبقالها كتير برضو ما اتغسلتش. انا كنت بعملها كده على طول برضو، لو ترجعوا الفيديوهات اللي قبل كده كنت بعملها على طول يعني. انا بحب البرطمانات بتاعة التوابل بتاعتي تكون نظيفة، حتى لما يكون في ايدي حاجة وانا بطبخ او بتبل حاجة او كده مش بمسكها، بغسل ايدي الاول وبعدين امسكهم كده. لما الحاجات دي بتبقى نظيفة بتبقى راحة نفسية ليكي وانتي واقفة، حتى لما اجي اعمل معاكم حاجة بقى بعد كده ابقى واقفة وانا مرتاحة. عايزة اقول لكم كل ما اجي اعمل حاجة والله ببقى متأزمة. شايفين بسرعة بقوا بيلمعوا، على فكرة هم جواهم البهارات بتاعتهم وانا بغسلهم كده، بس هم مقفولين كويس فالمية يعني مستحيل هتيجي جوه، وانا لما بحطهم كده هم كده كده بيتصفوا يعني. يعني هما لما انا احطهم في مكانهم كده هينزلوا كل المية الزيادة من غير ما انا انشفهم ولا اي حاجة، هما هينشفوا نفسهم بنفسهم. بس يعني كل حاجة كده انا كنت مستتقلة الموضوع والله، كل يوم اقول بكرة، بس قلت بقى ما بديهاش خلاص، مش كل يوم هفضل اقول بكرة، يلا بقى نتشجع. عشان الجو مش مضمون الايام اللي جاية دي، وزي ما قلت لكم عشان لما اجي اعمل معاكم حاجة ابقى ليا نفسي اعمل يعني، يبقى المطبخ نضيف وكده. خلصتهم بسرعة جدا اهو وما خدوش مني اي وقت. لسه بقى هعمل ايه؟ هعمل بقى الرخامة، ألمع الباقي يعني. انا شلت بقى البرطمان ال- اللي هو البتاع اللي بيتحط فيه التوابل ده، هلمع بقى مكانه واشيل كل حاجة وارجعها تاني والمع مكانها وهكذا. بسهولة قوي على فكرة يعني. الحمد لله يعني هي اتسهلت عليا، انا تعبت شوية بس عشان وطيت، هو اللي تعبني لما انا وطيت، بس غير كده لا عادي، كل اللي انا عملته وانا واقفة ما تعبنيش. عايزة اقول لكم كمان انا مسحت الارض طبعا يعني، كنستها ومسحتها كويس جدا جدا وبقت زي الفل، بس في الاخر بعد ما خلصت حتى ازازة الزيت مسحتها. ازازة الزيت اللي هتترمي، هي مش هتترمي دلوقتي يعني، هي لسه فيها، بس انا قلت ايه يلا بالمرة كده. هي ازازة الزيت دي عشان كبيرة فبتطول معايا في المطبخ، انا بجيب واحدة للقلي وواحدة للطبيخ، كريستال للطبيخ والزيت ده اي زيت كده للقلي وخلاص. فهي ازازة زيت القلي دي بتطول معايا. بصوا بقى اعمل ايه بعد ما خلصت الرخامة، بصوا بقت بتلمع ازاي. همسك بقى كده الظرف بتاعة المطبخ كلها بالليفة، الليفة الناعمة دي اللي هي من الناحية الخضراء بتاعتها، واغسلهم كويس. عايزه اقول لكم انا كنت بعمل كده كل اسبوع والله يعني، اي نقطه اي حاجه تيجي على المطبخ كنت بلمعها على طول. انا بقالي كتير قوي ما عملتش كده، كنت حاسه ان الظرف عليها، عارفين لما يبقى فيه ستيم كده، يبقى فيه بخار و... وينزل على الظرف ويعمل خط كده ما عادش يروح، فهم كان عليهم كده، كان مضايقني قوي المنظر ده. فالحمد لله يعني كده كله بقى تمام. اعمل برضو كده من تحت، انا تعبت قوي وانا بعمل اللي تحت دول، تعبت قوي قوي يعني، بس الحمد لله. بصوا ما شاء الله يعني مش بياخد وقت وبيلمع بسرعة. انا بقى جبت فوطة الاول نظيفة برضو غير بقى اللي انا مسحت بيها الرخام، جبت فوطة نظيفة ناشفة برضو للمطبخ وبغسلها كده بمية بس، وبعدين اشيل بيها الصابون اللي انا عملته ده. انا عندي اللي هو المكسل اللي بيشيل الحاجات دي كلها، بس زي ما قلت لكم هي المنظفات مش كويسة على الحامل يعني. انا اخري بستعمل الجلانس بس عشان لمع الازاز او الرخام او كده، بس انا ما كنتش بستخدم اي منظفات خالص. حتى الحيطة لما
اختي يعني عملتها لي علشان انا ما اشمش المنظفات. هما يعني انا سمعت كذا دكتور بيقول انه المنظفات الكيماوية دي غلط على الحامل وكده، مش كويسة على الجنين. فكده احسن يعني الحاجات الطبيعية دي، كده بريل والليفة ونضفه بقى جميل. انا اول مرة اعمله بالبريل والليفة والله، كل يعني على طول كنت بعمله بالمنظف واللي بيشيل الدهون والحاجات دي، بس قلت يعني كده ايه احسن، خلينا في السليم. وخلاهم زي الفل وبيلمعوا. دي بقى الناحية اللي عند الحوض، انا خلصت الناحية اللي هناك. المطبخ بقى ايه، عايز بقى طبيخ، عايز بقى ندخل نعمل فيه حاجة، حلويات، طبيخ، عيش، اي حاجة. ان شاء الله ممكن بكرة اعمل معاكم العيش الفينو والتوست. آه، في واحدة حبيبتي طلبته مني متابعة ليا، فان شاء الله هبقى اعملهولك حاضر من عينيا. ممكن بكرة ان شاء الله، يعني اكيد بكرة ان شاء الله هنعمله بطريقة سهلة وحلوة وهينفخ معاكم وهيبقى حلو قوي. ممكن تعينوه في الفريزر وتطلعوه تسخنوه في الميكرويف، يبقى كأنك لسه عاملاه يعني. بصوا بقت بتلمع ازاي، احساس يعني. اكتر حاجة بحبها لما الحاجة كده ايه تكون بتلمع. همشي عليها تاني عشان لو في اي صابون انا مش شايفاه او كده ما يغيرش يعني في الحاجة، لا تفضل كده بتلمع وكويسة. تعبت قوي وانا بوطي كده يا جماعة والله. قاعدة اقول لكم تعبت تعبت. انا فعلا تعبت. يعني انا بعمل لكم المونتاج دلوقتي وانا خلصانة، يعني حتى مش هطبخ، مش هعمل حاجة عشان مش قادرة اعمل حاجة اصلا. انا عملت كده وخلصت. وكان ورايا كذا حاجة برضو بعد ما عملت المطبخ، فبس ربنا عني وخلصت يعني الحمد لله.